السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده بقى جينا لكم فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى الاثنين وصايمين بقى، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل معاكم بقى ايه، جبنة وراك ونضفناها وغسلناها ولغاية لما نطفت خالص، وهتشوفوا شكلها هتبقى عامل ازاي. وعملنا جنبيها لسان عصفور، حاجة كده جميلة في منتهى الروعة. والمكرونة نفس الكلام اهي، فيها الشوربه بتاعتها جميله جدا، انا بحبها فيها الشوربه، وعيالي نفس الكلام. والمخلل بقى بتاعنا حاجه كده في منتهى الروعه. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نخش بقى على المقادير ونشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي والحلاوه دي ازاي مع مطبخ بيتي كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ ان شاء الله يكون تمام. نصلي على النبي كتير ونذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. جينا لكم بقى في حاجة كده تدفي بردك. هنعمل بقى ايه، جبت وركين معاكم، هو وركين ولسان عصفور، وهعمل مكرونة، هعمل مكرونة ولسان عصفور، والبصلايه دي للشوربة اهو. هنضفهم حلو واوريكم شكلهم ازاي، عاملين ازاي بعد ما ننضفهم. بصوا بقى يا جماعه، لازم نجيب الحاجه اللي هو الصفحه، اللي هي الحاجه الصفحه اللي هي الحمراء كده، بتاع البيته، اللي هي الغامقه، هتلاقيها غامقه كده، ما تاخدهاش دي بتاعت تاني. بتاعت ايه، بايته عندي. دي بقى الحمراء ديت اهي. الوراك جبت وركين، احنا بقى 5 افراد، جبت وركين وجبت ايه، دبوسه معاها اهي. دي هننضفهم حلو واوريكم شكلهم بعد ما ننضفهم. بصوا شكلهم عامل ازاي اهو. هوريكم برضك شكلهم بعد ما ننضفهم، هقسمهم كمان. بعد ما غسلناه بقى حلو خالص، سايبينها بقى في ميه في ملح، او ممكن تغسليها حلو جدا، مش هتبقى فيها زفاره. بصوا بعد النظافه حاجه كده في منتهى الروعه اهي، نظافه جدا. لازم ايدك يبقى في الحاجه على طول عشان تبقى نظيفه، وما تاخديش حاجه زفره ولا اي حاجه خالص اهو. حطينا بقى ايه، هنسيبها بقى ايه شويه لغايه لما ايه، لما الميه تغلي. حطينا الميه على النار اهي، هنقشر البصلايه. معايا بقى الميه، البصلايه اهي بسيبها انا سليمه صراحه، ما بحبش اقطعها اهي. ومعايا ايه، 7 بهارات اهو. نصلي على النبي كتير ونذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. دي ال7 بهارات، هنسيبها بقى تغلي بعضيها مع بعضيها، ويكون ايه الفرخه ايه، الوراك بتاعتنا اتعملت في قلب الميه الملح. بصوا بقى الميه كده بتغلي بتاعتنا، هنسقط الفراخ بتاعتنا او الوراك. صراحة انا ما بحطش قوطة ولا جزر ولا اي حاجة خالص في الشوربة، هي دي احلى حاجة تعمليها، سهلة جدا. ولو ما فيش بصل كمان استكفي بالايه، توابل الشوربة، بس حاجة بسيطة وسهلة وسريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها بقى تغلي شوية كده كده، ما بتاخدش وقت بردك الفراخ البيضة. هتغلي غلوتين واجي بقى نحيقها. بصوا بقى يا جماعه، بدات تغلي اهي، يعني دي تالت غلوه. بنشيل بقى الريم بتاعها كده، الابيض ده اللي على الوش، عشان ما تخليش بس الشوربه بتاعتنا ممرره ولا حاجه اهو. هنشيلها كده، هنشيلها واوريكم بقى شكلها هيبقى في النهايه ايه. بس في الوقت ده بقى هنسيبها تغلي تاني، وبعد كده هنحط بقى الملح والفلفل الاسود ياكلوا في بعضيهم، ويبقى الحقيقه كله واصل للفرخه جوه كده. بقى يا جماعه هنحط بقى ايه، الفلفل الاسود معلقه او معلقه ونص كده، وهنحيق الحقيقه بتاعنا كده. بقى يا جماعه حطينا بقى الحقيقه والفلفل الاسود، هنسيبها بقى تاكل في بعضيها كده اهوت، عشان ايه، يبقى كله حياء واحد، الفرخه تبقى متحيقه برضك. بصوا بقى يا جماعه، الوراك كده استوت، طول ما هي بتتفتح كده اهو كده، يبقى هي استوت خلاص. متنسوش بقى تدعموني لو وصلتوا لغايه هنا، متنسوش بقى تدعموني وتفعلوا لي الجرس. معلش. كده بقى خلاص هنقفل عليها كده، الفراخ بتاعتنا استوت وكله تمام. هنسيبها بقى تبرد خالص تماما، عشان هنحمرها الوراك، هنحمرها وهنعمل معاها مكرونه محمره ولسان عصفور. بس معايا بقى معلقه كبيره زبده او سمنه عادي المستحب، انا صراحه جايبه زبده كريستال. هحطها كده اهو عقبال ما اعلي النار عليها. هنعمل اللسان عصفور وهنطشه في قلب اللي هي الشوربه. بس اهي هنجيب اللسان عصفور بتاعنا وهنحمره يا جماعه اهو. هنسيبه بقى تسيح الزبده مع شويه زيت، انا حطيت شويه زيت اهو. انا ما حطيتش ربع كيلو، شويه انا اكلت بس منه شويه صغيرين بس. عيالي بقى بيحبوه كده، واحنا صايمين، كل سنه وانتم طيبين. النهارده 3 رجب،
يجي علينا بالخير يا رب. هحمره واوريكم برضك شكله. اي تحمير عادي يعني زي ما بتحمري اي لسان عصفور، المكرونه، اي حاجه كده. حطينا برضك الطاسه على النار عشان نحمر الفراخ بتاعتنا بعد ما سيبناها تبرد تماما. وبعد كده تسخن بس الزيت الاول، مش هنحطه كده، لازم الزيت يسخن الاول. معانا لسان عصفور اهو، يعني هو بيتحمر على طول برضك. بصوا بقى يا جماعه، هو كده الزيت سخن معانا اهو. هنحط بقى ايه الوراك بتاعتنا. لسه برضك شويه، عاوزه شويه ايه عشان يهم معانا على طول. كده يا جماعه الزيت لازم يبقى سخن كده، لازم يبقى بيغلي. وبعد كده هنجيب بقى ايه اهو. بصوا لسه واحده واحده اهو معانا، بنقلبه عشان ما ياخدش ايه واحده وواحده اهو، واحده واحده كده معانا، ومش مستعجلين. لسه المغرب ايه، احنا صايمين زي ما قلت لكم. لسه المغرب برضك شويه، ناقص تلت ساعه عشان احنا خلصنا الاكل ان شاء الله. بصوا بقى يا حبايبي، اللي كان عصفور انا غطيت عليه عشان بس عاوزين ايه اللون يبقى متوحد، يعني ايه ما تبقاش حبايه واحده وواحده اهو، يبقى اللون ايه متوحد كده واخد اللون بتاعه. لازم يتحمر شويه. الزيت نطر عليا. محبش اقلي الفراخ بسبب كده. احمرها واطشها بقى في قلب الشوربه دي، هنحطها على طول. هنقلب بقى الفراخ، ما احنا طشينا الشوربه اهي، طشينا لسان عصفور. هنحط بقى قلبين ماجي ونسيبها تغلي غلوه واحده، وبعد كده نقفل عليها. الفراخ هنقلبها بس معلش، بس انا هقفل الكاميرا معاكم. هقفل الكاميرا واقلب. بصوا بقى يا جماعه، المكرونه نفس الكلام. الله اكبر، الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله. مش اشكال حتى لو هنفطر بقى ربك العشاء عادي. انا اللي صايمه بس عيالي مش صايمين. حطيت معلقه زبده كبيره ومعلقتين كبار زيت، وهنحمرها زي لسان عصفور. بس لسان عصفور احنا حمرناه شويه قوي عشان اللي هينزل في الشوربه هيفتح. بصوا بقى يا جماعه الفراخ، المكرونه اهي بدات تحمر اهي، تاخد اللون بتاعها اللي احنا عاوزينه. الفراخ بتاعتنا اهي يا جماعه بعد ما طلعت معانا، وبصوا شكلها جميل جدا ازاي. سيبوها تبرد خالص تماما عشان ما تطرطش في وشكم. بصوا بقى يا جماعه، انا طشيتها بشويه شوربه من شوربه الوراك مع ميه، وحطينا قلبين ماجي اهو. قلبين ماجي هنفضيهم في قلبهم ونشوف الحياء. بس قبل ما نحط القلبين الماجي نحط واحده بس ونشوف الحياء بتاعها عامل ازاي. لو مظبوط خلاص هنحط بقى شويه فلفل اسود هنا وشويه فلفل اسود هنا. بصوا بقى يا جماعه، خلصنا بقى السفره بتاعتنا. حاجه كده جميله. المكرونه بصوا تحفه ازاي، شكلها جميل وطعمها تحفه. واللسان عصفور يا دوب غلوه واقفلي التانية على طول، يعني تديها غلوتين وتقفليها عشان ما تهريش منك، ما تتهريش منك. والفراخ اهي زي ما انتم شايفين اهو. يلا بقى ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.